سنة 150 هجريا اتولد محمد بن إدريس بن العباس ابن شافع ابن سائب القريشي. جده سائب كان صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر لسه مشرك، ولما اتأثر وشاف معاملة المسلمين قرر انه يسلم، بس عمل حاجة في غاية الغرابة، اخفى اسلامه ودفع الفدية. ولما اتسأل انت ما اعلنتش اسلامك ليه قبل دفع الفدية، قال عرفت ان الفدية هياخدها اللي اثرني، فمرضتش اضيع عليه فرحته. ابو الامام الشافعي بقى اللي هو ادريس كان فقير جدا وكان عايش في مكة. من كتر الفقر اللي هو كان عايش فيه قرر انه ياخد مراته ويسافروا بلد تانية عسى ان ربنا يفرجها عليه، فاخد مراته وهاجروا لغزة في فلسطين. ويتولد الامام الشافعي في غزة لأسرة فقيرة جدا، وبعد سنتين من ولادته مات ابوه وساب زوجته لوحدها ومعاها طفل عنده سنتين. الشافعي ما كانش ليه اخوات، وبالتالي اصبحت الزوجة والطفل لوحدهم في بلد غريبة من غير لا سند ولا ظهر، وكمان في فقر شديد جدا. تبدأ رحلة الشافعي مع امه كانت ست ذكية جدا لدرجة ان هي في مرة طلبت للشهادة، وطبعا معاها واحدة تانية عشان خاطر يبقوا شهادتين شهدوا سوا في قضية معينة. فالقاضي وقفهم هما الاتنين قدامه وقال لهم هسألك سؤال انت الاول والتانية تكون بره، وبعد كده انت تطلعي وتخش التانية اسألها وانت مش موجودة. فردت عليه بقوة وشجاعة وقالت له لو عملت كده يبقى غلط. فاستغرب القاضي جدا من شجاعتها وجرأتها، فقالت له ربنا قال في القرآن فتذكر احداهما الاخرى، فلازم يبقى احنا الاتنين واقفين بنتكلم قدام بعض. الست دي قبلت انها تتحمل المسؤولية وقررت قرار خطير جدا. قالت احنا فقراء وغلابة وملناش حد، بس لازم يكون لابني شأن كبير، وعشان يكون له شأن كبير لازم يتعلم. وكان ساعتها فيه مركزين للعلم، اما في مكة او العراق. فقررت انها ترجع بيه لمكة اللي هي اصلا بلدهم. واول ما الشافعي تم 4 سنين وقفته قدامها وكلمته كأنه راجل كبير، لدرجة انه هو بنفسه يقول امي وقفتني وانا عندي 4 سنين وقالت لي ابوك مات واحنا فقراء جدا ولم يترك لنا شيئا، وانا لن اتزوج تاني من اجلك يا بني، وقد نظرتك الى العلم. خلاص انا نظرتك لربنا من اجل العلم، لعل الله يعلم بك ويجمع بك شمل هذه الأمة. قالت له خلاص أنا مش هتجوز تاني وأنا خليتك خلاص لربنا وهوهبك للعلم. وكان نفسها إن ابنها ده يجمع بيه شمل الأمة كلها. كانت ساعتها الأمة الإسلامية منقسمة إلى فريقين، فريق كان مع أبو حنيفة اللي مات في نفس السنة اللي اتولد فيها الشافعي، ساب منهج كبير ومدرسة فقهية بيتبعها كل أهل العراق، والفريق التاني مع الإمام مالك اللي كان لسه عايش وبيتبع المدرسة دي جميع أهل الحجاز. في الوقت اللي كانت فيه الدولة العباسية في أزهى عصرها، وقت هارون الرشيد اللي كان خليفة المسلمين، سبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية، اختلاف الأجناس واللغات واللي دخل في الإسلام من العرب والعجم، الفرس والهنود، أصبحت الدولة الإسلامية في الوقت ده في نهضة في كل المجالات. ولكن ده برضو خلق نوع من المشاكل بسبب اختلاف الجنسيات واللغات دول. ويبدأ الشافعي رحلته لتعلم العلم، وطبعا كان اول حاجة لازم يتعلمها القرآن الكريم. وطبعا امه كانت محتاجة انها توديه الكتاب عشان حد يعلمه العلم وحفظ القرآن وتجويده. وطبعا خدت بعضها وكلمت المعلم اللي هيعلمه، وتحصل اول مشكلة، العلم عايز فلوس. فكانت بتترجى امه الاستاذ عشان يقبل يعلمه لحد ما ربنا يفرجها، وقالت له استنى على الفلوس شويه لحد ما ربنا يكرم. المدرس بتاعه اتحرج منها وقال لها ماشي، بس هو من جواه ما كانش راضي على اللي بيحصل. فطبعا اهمله جدا. الشافعي لاحظ برغم ان سنه صغير لاحظ ان المعلم بيتجاهله وما بيهتمش غير باللي يدفع. فرجع الطفل الصغير الشافعي لامه وهو بيبكي وقال لها خلاص مش عايز اروح تاني. قالت له ليه؟ قال لها لان المعلم مش بيهتم بيا، بيسيبني وبيعلم التانيين اللي بيدفعوا بس. الشافعي كان صغير عنده 4 سنين وحس بالمعلم بتاعه ان هو مش مهتم بيه ومهتم بالاطفال التانيين اللي هم اهليهم بيدفعوا. فعملت الست حاجة غريبة جدا مع ابنها، قالت له عايزاك تعمل حاجة، إذا تركك المعلم وذهب إلى الغني فابحث لنفسك عن مكان بجواره. أول ما تلاقي المدرس سابك وراح للغني دور على مكان كده واقعد جنبهم وتعلم، لكن ما تضايقش المعلم، ما تحسسوش انك بتتطفل عليه. اوعى تحسس ان انت جاي وقفت جنبه ده ان انت جاي بتأذيه او بتتطفل عليه. فبيقول الامام الشافعي فعلت بما امرتني به امي، فتعلمت الذل للعلم والادب للمعلم، وعرفت ان مش عيب الحيلة في العلم. وفعلا عمل كده. الامام الشافعي كان عنده ذاكرة فولاذية لدرجة لا يتخيلها عقل.
كانت عينه عبارة عن كاميرا بتسجل كل اللي تشوفه، وما ينساهوش ابدا. لما المدرس كان بيشرح للتلاميذ وحد من التلاميذ ما بيكونش فاهم، كان بيطلع الامام الشافعي يشرح هو، وهو اصغر واحد فيهم. فالمعلم بتاعه استغرب جدا من الموضوع ده، وراح ناده للشافعي وقال له: انت بتشرح اللي بتسمعه مني كأنك انا بالظبط، انت عندك موهبة كبيرة حافظ عليها، وكمان انا هعمل معاك حاجة، لما يكون عندي مشوار ومش فاضي اجي الدرس انت هتيجي الدرس بدالي، ومش عايز منك اجر بعد اليوم. بعد ما شفت موهبتك وحسيت قد ايه انت موهوب، انا خلاص مش عايز منك فلوس. كان بيقول الامام الشافعي ان هو فرح قوي ورجع لامه وحكى لها كل اللي حصل بالتفصيل، فضحكت وقالت له: مش قلت لك؟ ففضل الشافعي في الكتاب لحد ما بقى عنده 7 سنين، وتعلم القرآن كله وحفظه وفهمه والتجويد كمان. هو عنده 7 سنين بس. لما كان الشافعي بيصلي باللي قده كان صوته حلو جدا، لدرجة ان كل اللي كان بيسمعه وهو بيقرأ قرآن كان بيبكي من حلاوة صوته. كل ده وهو عنده 7 سنين. كان بيقول ان دايما كلمة امي بترن في ودني: عسى الله يجمع بيك شمل هذه الامة. كان بيقول عشان افقه في الدين لازم اتعلم حاجتين: اتعلم التفسير والحديث اللي هم من الاخر القرآن والسنة. فراح لاكبر استاذ تفسير في مكة، سفيان ابن عيينة، وراح لأكبر أستاذ حديث في مكة، بس برضه واجهته مشكلة كبيرة. كان برضه فقير جدا، لدرجة انه ما كانش معاه تمن الورق اللي يكتب فيه العلم اللي هيتعلمه. فقالت له امه: ما يهمكش. فخدته وراحت بيه لديوان الوادي، وبقى يلم الورق اللي مكتوب فيه عشان يكتبه على ظهره. ومش كده وبس، كان بيروح عند الناس اللي بيذبحوا الجمال ويلم العظم العريض بتاع اكتاف الابل ينشفه علشان يكتب عليه، لدرجة ان كل زمايله الطلبة كان بيبقى معاهم ورق عشان يكتبوا عليه، الا هو كان بيبقى معاه عظمة يكتب عليها. فطبعا كانوا بيتريقوا عليه وبيضحكوا عليه. قال لهم: اضحكوا ولكني لن أخجل طالما بتعلم العلم. وفضل يتعلم التفسير والحديث لمدة 5 سنين، حفظ جميع التفاسير اللي كانت في زمانه وحفظ جميع الأحاديث النبوية. في الوقت ده هو عنده 13 سنة. 13 سنة ومعاه قرآن وتجويد وتفسير وحديث. ويجي واحد عظيم يزور مكة ويدي درس في الحرم المكي. هو مين؟ الليث بن سعد، إمام مصر العظيم. وطبعا هيكون الشافعي أول حلقة الليث بن سعد عشان يتعلم منه ويشوفه هيقول إيه. ويتفاجئ الشافعي بالليث بن سعد بيقول حاجة بمنتهى الغرابة: إن اختلاف الأمة هذه الأيام بسبب اختلاف اللغات، فأصبح للكلمة الواحدة أكتر من مفهوم بسبب اختلاف الأجناس، ولو استقاموا على فهم اللغة لاجتمعوا. وراح قايل وهو ما يعرفش الشافعي ولا شافه: من استطاع أن يجيد التفسير والحديث واللغة سيجمع الله به الناس. وطبعا الشافعي في الوقت ده كان عنده لسه 13 سنة وعارف تفسير وحديث. هو ده الشخص اللي بيتكلم عليه الليث. استغرب الإمام الشافعي من الكلام ده، وكأنه حاسس إن الليث بيتكلم عليه هو، وهو مش عارفه اصلا. الليث مش عارف الشافعي. ويكمل الليث بن سعد كلامه ويقول: ومن يريد ان يتعلم اللغة فلن يجدها الا في الصحراء عند قبيلة هذيل. طب اشمعنى بقى هذيل؟ عشان القبيلة ديت فيها الاف الشعراء وفيها مختلف الاجناس، فاصبحت قبيلة تجمع كل اللغات والجنسيات. فالامام الشافعي بيقول ان هو رجع لامه عشان يحكي لها اللي حصل ده، فقالت له: يا بني نذهب الى قبيلة هذيل، ما تشيلش هم المال سنرزق. امه دي كانت انسانة عظيمة جدا والله العظيم. ويروح هذيل ويقعد فيها 4 سنين. وبيقول: ما كنتش بعمل في هذيل غير حاجتين: تعلمت اللغات كلها وتعلمت الرمي. كنت لا اخطئ ابدا، وارمي وانا راكب الفرس. لا دي مسدس، وارمي وانا راكب الفرس. ذاكرته الفولاذية ساعدته بكده، لدرجة انه بيقول ان هو كان بيبعد الورقة عن الورقة عشان الكلام ما يخشش على بعضيه في دماغه. وتعلم كمان علم الانساب، تقول له اسم اي حد يقول لك شجرة عيلته بالكامل. ودي حاجة كانت العرب بتحبها جدا عشان بتفيدهم بمعرفة الرجال والحكم عليهم. لما يبقوا عارفين هو مين وابن مين يقدروا يجيبوا اصله وفصله. ورجع مكة ومعاه الشعر واللغة والانساب، اضافة الى القرآن والحديث والتفسير. وعشان كده اول ما يرجع سفيان بن عيينة استاذ التفسير اللي علمه، مسلم بن خالد استاذ الحديث اللي علمه، لقوا ان الولد اللي لسه ما كملش 18 سنة اقوى منهم في علمه ومعاه من العلم اللي مش معاهم. فمسلم ابن خالد قال له والله لا تجلس في الحرم المكي وتفتي في الناس. رجع لامه اللي كانت امه وصاحبته في نفس الوقت يبشرها ويحكي لها اللي حصل. فقالت له: لا تفعل. هي مش عايزاه انه يبقى جزء من الصراعات اللي موجودة في التوقيت ده.
ان كان فيه خناقه كبيره ما بين مدرسه مالك ومدرسه ابو حنيفه، وقالت له لو افتيت دلوقتي من غير ما تدرس المدرستين دول يبقى هتنحاز لاي مدرسه منهم وهتبقى ساعتها جزء من المشكله، لكن انتظر حتى تتعلم علم مالك وعلم ابو حنيفه وتنظر الى الامور من الاعلى فتحكم بين الناس دون ان تكون منحازا لاحد. ايه عظمة الست دي؟ وفعلا قال لهم لن افتي وهذهب الى الامام مالك امام اهل المدينة، وكان ساعتها الامام مالك لسه عايش وكان في الثمانينات من عمره، فحب يبدأ بيه عشان يلحقه قبل ما يموت. الامام مالك كانت كل الملوك بتحبه لدرجة ان خليفة المسلمين وقتها هارون الرشيد طلبوا المسألة علمية، فرد عليه الامام مالك برسالة وقال له ان العلم لا يأتي بل يؤتى إليه. وكان الإمام مالك ما بيقبلش أي حد يخش مدرسته، فبدأ الشافعي يفكر إزاي يخلي الإمام مالك يوافق إن هو يخش مدرسته. الشافعي من الأساس ما كانش عايز يبقى من فريق الإمام مالك، لكن كان عايز علمه، فقال إن أعز حاجة عند الإمام مالك هو كتابه اللي كتبه بإيده هو ومدرسته، هو كتاب الموطأ. فعمل إيه؟ حفظ الموطأ كله وفهمه كويس جدا، وفي وقت قياسي 15 يوم فقط. وبيقول ما كانش معايا فلوس عشان اشتري الكتاب فاستلفته، وعشان كده حفظته بسرعه جدا عشان يرجعه لصاحبه. وطبعا ما كانش معاه فلوس برضه يهاجر بيها من مكه للمدينه، وخصوصا انه كان عارف انه هيقعد هناك فتره كبيره عشان يتعلم علم الامام مالك. فتقرر امه انها ترهن البيت اللي هم كانوا قاعدين فيه، ودي كانت الحاجه الوحيده اللي باقيه لهم من الدنيا. فقالت له ما تزعلش، بكره هيعوضنا بخيرا منه. وبيكمل الامام الشافعي وبيقول بقيت اسال نفسي وايه اللي هيخلي الامام مالك يقبلني؟ مش يمكن بعد ما اعمل ده كله ورهنت بيتي ما يقبلنيش؟ ويروح رايح لوالي مكة ويتوسل إليه إن هو يخلي الإمام مالك يقبله. الوالي استجاب للإمام الشافعي وقال له تعالى نروح للإمام مالك، وخرجوا في الطريق وراحوا للإمام مالك وخبطوا على بيته، ففتحت لهم الجارية فقال لها بلغي الإمام مالك إن الوالي على الباب. فرجعت له قالت له الإمام مالك بيقول لك لو كنت جيت لمسألة علمية فسيبها في ورقة وهنرد عليك، وإن جيت تطلب العلم فالعلم في المسجد بعد صلاة العصر. لها قالوا له معايا رسالة لك من والي مكة. فيخرج عليهم الإمام مالك والإمام الشافعي يشوفه، يوصف الإمام الشافعي الإمام مالك فبيقول لك إن هو كان راجل طويل الجتة وضخم واشقر وابيض. الامام شافعي بص عليه فخاف منه، اول ما شافه بالمنظر ده والصوره دي خاف منه، فمسك الامام مالك الرساله وبدا يقرا من والي مكه الى الامام مالك هذا الفتى يهمني امره خدوا علمه واسطه يعني. راح الامام مالك ماسك الورقه ومقطعها وقال لهم كلمه جميله: منذ متى يؤخذ العلم بالواسطه؟ حلف في ظهره ودخل بيته تاني. الامام الشافعي بيقول بص لقيت والي المدينه مش واقف جنبي، خلاص خد بعضه ومشي. هو يعني ما بيتنيش كلمه للامام مالك. لما ما لقيتش بقى خلاص حل، قال خلاص انا هخش واكلم الامام مالك بنفسي. فقال الامام مالك يا سيدي يا سيدي، قعد ينده عليه: لقد رهنت بيتي من اجل العلم وانا قرشي، مات ابي وانا طفل صغير. كان بيستعطف الامام مالك: ولقد حفظت الموطأ فاقبلني عندك. الامام مالك قال له انت اسمك ايه؟ فقال له محمد بن ادريس الشافعي القرشي. الامام مالك سأله سؤال ذكي وقال له كيف حبك للعلم؟ فرد عليه الامام الشافعي رد اعجب وقال له الحرف اللي بسمعه وما كنتش سمعته قبل كده، بتمنى ان كل اعضاء جسمي تبقى اذن عشان تسمع وتتعلم. اندهش الامام مالك، شاب صغير وعنده 20 سنه يقول اول ما اسمع الحرف اللي ما سمعتوش قبل كده بتمنى ان كل جسمي يبقى ودن عشان تسمع الحرف الجديد ده وتتعلم العلم الجديد ده. اتمنى ان جسمه كله يبقى عباره عن ودن عشان يستمتع بالايه الكلام الغريب ده. فساله وقال له وكيف حرصك على العلم؟ فرد عليه وقال له كحرص المراه التي تاه منها طفلها تبحث عنه في كل مكان تجده. فاندهش منه اكتر الامام مالك، فقال له اقرا بقى عليا كده من الموطأ مش انت حفظته؟ بيقول الامام الشافعي فقرات وقرات. لما طول في القرايه سكت عشان خاطر احتراما للامام مالك ان هو عمال يتكلم والامام مالك ساكت بيسمعه، فهو سكت عشان خاطر يديله فرصه يتكلم. فالامام مالك رد عليه وقال له زدني كمل. فكمل الامام الشافعي، وبعد فتره من قرايه الموطأ اللي حافظه الشيخ الثاني الشافعي فضل باصص عليه الامام مالك وهو ساكت. الامام مالك فضل يتامل في وش الامام الشافعي، بص في عين الامام مالك. الامام مالك قال له ان الله قد القى على وجهك نورا فاياك ان تطفئه بالمعصيه فتاتينا غدا تجلس في الصف الاول امامي. قبله خلاص الامام مالك عشان تبدأ رحلة الإمام الشافعي مع الإمام مالك 9 سنين تعلم فيهم كل علم الإمام مالك. وفي وسط ال9 سنين طلب من الإمام مالك حاجة غريبة جدا، قال له أن تأذن لي يا إمام أن أذهب إلى العراق أريد أن أراها وسأعود. كان الإمام مالك عارف واخد باله إن هو عايز يتعلم علم الإمام أبو حنيفة، قال له ماشي روح بس ترجع لي بعد شهرين. فكان الشافعي برضه معهوش فلوس إن هو يروح العراق، طلع الإمام مالك معاه من فلوس من جيبه ويديها للإمام الشافعي ووصاه إن هو ما يتأخرش عن شهرين. كان حاسس بيه وعارف إن هو معهوش فلوس واداله فلوس. راح الإمام الشافعي العراق وتعرف على تلميذ أبو حنيفة، وتلميذ ابو حنيفه لما عرف ان هو جاي له من المدينه
اداله ظهره وسابه ومشي. فنده عليه وقال له انا بحب العلم وما بحبش انغمس في مدرسه بعينها، وانا مش هنساق الى راي بعيني. قال له انا بحب العلم بس ماليش دعوه بمذهب الامام مالك وماليش دعوه بمذهب الامام ابو حنيفه. فهو عجب تلميذ ابو حنيفه وقال له تعالى معايا. لما قعدوا مع بعض محمد بن الحسن اللي هو تلميذ ابو حنيفه حب الامام الشافعي جدا وحس فعلا ان هو عايز يتعلم ومش هينحاز لاي مدرسه من المدارس. وفعلا بعد شهرين خلاص خد القرار ان هو يرجع للامام مالك. فطلب منه تلميذ ابو حنيفه ان هو يفضل قاعد عشان خاطر يتعلم علم الامام ابو حنيفه. فالامام الشافعي قال له هرجع المدينه ووعده ان هو هيرجع له تاني. رجع المدينه الامام مالك، لقى الامام مالك عامل درس كبير، حاضر الدرس ألوف من الشباب. بيقول قعدت كده في جنب عشان خاطر ما يشوفنيش، بيقول عشان لو شافني يقوم من مجلسه ويسلم عليا هتبوظ الحلقه كلها، وهيشتت طبعا طالبين العلم وكل الحاضرين باللي بيحصل. خصوصا ان الامام مالك كان بيحب الشافعي جدا. فبيقول قعدت وبدا الامام مالك يناقش مساله من المسائل. فسال الامام مالك من يجيب عن هذه المساله، ومحدش جاوب. الشافعي لما ما لقاش حد جاوب خالص فميل على اللي جنبه وقال له الاجابه بتاعت المساله دي كذا كذا، قوم جاوب. فاللي جنبه جه قايم وقال الحل للامام مالك. فنظر اليه الامام مالك وقال له احسنت. فسال الامام مالك مساله تانية برضه ما حدش جاوب. راح الشافعي يكرر نفس الكلام وميل على اللي جنبه وقال له جاوب بكذا كذا، وجه الراجل قايم وجاوب. هنا الامام مالك استغرب من الشخص الجديد اللي هو ما يعرفوش بيجاوب بكل حاجه كانه متعلمها منه شخصيا. فوقفه وقال له من اين اتيت بهذا الكلام؟ الراجل خاف واترعب وافتكر ان الكلام اللي هو قاله غلط. رد عليه وقال له الراجل ده هو اللي قال لي كل الكلام ده. فمجرد ما الامام مالك يبص على اللي جنبه ويلاقيه الامام الشافعي فيجي قايم ونازل له بنفسه عشان يسلم عليه قدام كل الناس. فقال له خلاص جه الوقت اللي انت تقعد فيه على الكرسي ده. فضل الامام الشافعي مع الامام مالك لحد ما اتعلم كل العلم. فقال له الامام مالك كده خلاص انت اتعلمت كل علمي. وبالرغم من كده ما سابهوش برضه ابدا، فضل معاه لحد ما توفى الامام مالك. توفى الامام مالك في سن 94 سنه، ويكون الشافعي عنده 29 سنه وعنده علم الامام مالك كله. فقرر الامام الشافعي ان هو خلاص كده مفروض يروح العراق عشان يتعلم علم ابو حنيفه.